السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حواوشي. الحواوشي بتاعنا بيتكون من جايبين طبعا بصلتين كبار، وجايبين نص كيلو فلفل حراق على فلفل بارد، ولو عندك مثلا فلفل فيه ملون تمام، أو ما عندكيش فيش مشاكل. وحطيناه بالطريقة دي، وكل التوابل بتاعتنا حاطين شوية كزبرة وشوية من ملح وشوية من بابريكا وشوية من الفلفل الأسود وشوية من الكمون وشوية من الثوم البودر. تمام كده خلصنا. الأول قبل ما بنحط السمنة بتاعتنا، سيبك في ايدك دي. قبل ما بعد ما حطينا الحاجات دي، لسه ما حطيناش السمنة ولا حطينا شوية من الزيت عشان تشرب المية بس اللي فيها الأول. كده نحط السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نص كيلو من اللحمة بنفرمها، وطبعا معاها حتة من اللحمة البيضة كده، عشان ده بيدي دسامة معانا للحواوشي. مع كمان ما تنسيش تحطي بعد مع الزيت السمنة، تحطي معلقتين كبار من الزيت، ده بيفلفلها جدا بالطريقة دي. ممكن انت بتعملي اللحمة كله ني في ني، انا بحب لا، لازم اشوحها شوية اللحمة مع الفلفل، بحس بتدي طعم احلى من ما بتعمليها اللحمة نية والفلفل ني وكده، لا بتبقى دي اطعم. جربيها تعجبك جدا والله. بس بصراحة طعمها خطير يا جماعة، والله طعمها خطير جدا. وما تنسيش طبعا تحطيها السبع بهارات دي بتديها طعم خطير. دول السبع بهارات. تمام. عايزة نجيب لها برضو خلطة الحواوشي ماشي، مع ان السبع بهارات دي فيها كل حاجة يعني. كده احنا سويناها تمام. وكده هنعديها. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده هنعمل السندوتشات بتاعتنا، ونشوف نعمل السندوتشات بتاعتنا ازاي. اتفرجوا على الفيديو كله عشان تدعموا الصفحة وتكبروها كده، تكبر الصفحة ليكم ان شاء الله. كده هنحشي السندوتشات بتاعتنا ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل معلقتين سمنة بلدي بتديلها طعم حلو مع العيش عشان يقرمش معاكي، تدهنيه من جوه ومن بره. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. وبرده تكون فيها السمنة دي، عشان دي نفسها بتديكي دسامة للسندوتش أحلى من بره 50 مرة. جربيه وهيعجبك جدا جدا. برضو حاجة البيت يا جماعة والله ما فيه زي النظافة بتاعتها، ومحدش فينا ما بيحبش الحواوشي. تمام. نعمل كده. تمام. ومعانا الصينية بتاعتنا اللي احنا بنحط فيها دي. بصوا كده في الصينية. ممكن تقليه، في ناس بتحب تقليه برضو في الزيت، بس بحس بيشيل زيت كتير يعني، فانت الفرن احسن معانا.
برضو لما يكون حراق بيدي طعم خطير اكتر ما يكون السندوتشات باردة كده. وعايزة اجربه والله كمان موضوع القلي ده، انا ما جربتهوش قبل كده، عايزة اجربه واجربه شوية معاكم، واحد ولا اتنين كده، واشوف هيطلع حلو ولا لا. انا ما جربتهوش، انا دايما اعمل له إيه بحطه في الصاج ده واحطه في الفرن. عايزة اجرب الموضوع ده، يا ترى هيطلع حلو ولا لا، واللي جربه يقول لي عليه يا ترى حلو ولا لا. بس يا جماعة عايزين ندعم الصفحة كده عشان تكبر. حط لايك كده في القناة كده واتفرجي على الفيديو للآخر. الصفحة لسه جديدة، عايزين نكبرها ولا ايه؟ انتوا مش معايا برضو؟ ونصلي على النبي كده طول ما احنا قاعدين عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيبارك في كل حاجة في حياتنا، في ولادنا وفي بيتنا وفي أكلنا وشربنا وفي صحتنا وفي رزقنا، كل خير والله يا جماعة. فتحت الفرن ولا لسه؟ تمام كده. صلينا على النبي يا ولاد، زي اسمها ايه دي بتقول كده، صلينا على النبي يا ولاد. تنتيمونا تنتيمونا. صلينا على النبي يا ولاد. الصاج التاني، الصاج التاني يا أنسة جنبك. ونحط كده في الصاج التاني. اللي جرب الحواوشي بالطريقة دي يقول لي يا جماعة، اللي جرب الحواوشي تمام يا جماعة. عارفين الريحة بتاعته خطيرة. بس هو نفس حبيبتي. لا بصراحة العيش ده حلو فيه جدا يعني. الشامي. الشامي أحلى من العيش كمان ده. لو ساعات تلاقي في عيش في لبة، ده في لبة. التاني لا، اللي ما قبل كده لا ما كانش في لبة خالص، شايفة؟ واحنا كل ما نعوز نروح هناك نجيبه. خطير خطير. عارفين يتاكل ني والله الأكل ده. شكله باين. هتقولي زي يتاكل ني، طب جربيه وهتشم ريحته وهتقولي والله معاها حق. فعلا والله، والله فعلا. صلى على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ما نصلي على النبي كل ما رزقنا يكتر وخيرنا يكتر، كل حاجة تكتر والله، الخير كله يا رب. عايزة أجرب
اللي انا قلت لك عليه بتاع بتاع ده ايوه. القلي. نجرب كده واحد ونشوف الدنيا ايه فيه. بس هشيل زيت كله. ماله؟ هيشيل زيت. مم. بس بشوفها على طول والله على النت ناس كتيرة بتعملوا حكاية القلي ده، حتى بيقولوا كمان المحلات برضو بتعمله. جربي. قلت نجرب واحد ونشوف الدنيا ايه. صح، ممكن يشيل زيت وممكن لا. جربوا كده. نحط الطاسة وعايزين نجرب يا جماعة بتاعت القلي. هنجرب واحد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بزيت والسمنة اللي احنا عاملينها كده كده أساسا احنا عايزين بيبقى بسمنة يعني، عشان ده بيديها دسامة أكتر. ومعلش لو تحطي بس كده نقليه ونجربه. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف شكله هيطلع حلو ولا لا. دي أول مرة أنا بعملها بصراحة في الحواوشي. دايما أعمله في الفرن بصراحة، لكن أنا أول مرة أعمله كده في الزيت. هنشوف هيطلع شكله إيه. هاتي كده دي ممكن احنا بناخد دقيق مكان السمنة من السمنة دي ونعدي عليها كده. انا كده كده مولعة الفرن بتاعتها عشان ايه احطها فيها. حاجة صح. شوفي دي ده بيديها طريان خطير. انتي مش هتشتري من بره تاني ابدا، بس تعمليها بالطريقة دي بصراحة. نقلب ده ونشوف هتطلع ازاي. شايفين ده السمنة البلدي بتعمل بالشكل ده اهو. معلقة بس عشان ما يكونش مكلف يعني. ده بس. هاتي شايفة. نروح على الصينية الصاج التاني ده نعمل برضو ندهنها بالطريقة دي. اهو تمام. تمام كده. شوفي ده ده يفرق عن اللي انت بتشتريه من بره اهو بالطريقة دي. الله. تمام. الله جميل. يبقى نقول ايه كده؟ نقول ايه؟ نقول بالهنا والشفا. وما تنسيش اللايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان القناة تكبر بيكم. ونقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.